السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معايا النهارده وصفة أكلتنا النهارده، وهي صينية رز معمر ومعاها صينية بطاطس باللحمة. تعالوا بقى النهارده كده أوريكم كده الرز المعمر على أصوله، الرز المعمر الفلاحي. حاجات كده اللهم بارك، هتعجبك أوي 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 أوي، هخليكي أستاذة فيه. صينية بطاطس باللحمة، طعم وريحة ونفس حاجة وهم. معايا كده صينية على النار، حطيت فيها كده معلقة زبدة او معلقة سمنة او اي مادة دهنية تعجبك، مش هتفرق خالص، كله هيديكي نفس التست ونفس الطعم. وهتنزل بقى اللحمة كده واشوحها، يا دوبك اديها صدمة فوق وتحت، يا دوبك بس اغير اللون. وهخلي مش هخلي كده ما بينهم فراغات، يعني اخليها يا دوبك كده ايه، ما تبقاش حتة فوق التانية، لا، يا دوبك كده ابقى واخداهم رص جنب بعض كده زي ما انتوا كده شايفين بالشكل ده. والمكان اللي يفضى انزل فيه بحتة تانية، بحيث ما اللحمة ما تنزلش ايه العصارة بتاعتها. نزلت عليها كده بحتة ببصلتي المفرومة، وكنت مجهزة فلفلة الوان كمان مقطعاها. إيه ده، الفلفلة الالوان بعلم التست، موجودة ماشي، مش موجودة. وهقفل عليها كده شوية لحد ما ايه تتشوح كده مع بعضها كده شوية، وتبقى ايه، وتاخد الايه الشكل الجوسي. إيه، جيت كده بقى اجهز كده صينيه الرز بتاعتي. صينيه الرز بقى كده، تعالوا بقى نشوف الخطوات دي بقى. هجيب الاول صينيه او برام او اي حاجه هتستعمليها، او صينيه المونيا، اي حاجه يعني انت بتستعمليها ما فيش اي مشكله. وهمسكها كده اغلفها بالزبده كده من تحت كده. إيه، خلي بالكم معايا كده عشان ايه الخطوات ديت يعني بتحسن قوي من طعم الرز. إيه، وتطلعه معاكي ناجح مليون المية. مسكت الرز كده، نزلت عليه بكام معلقة زيت، نزلته كده في الصينية، وغلفته كده بالزيت خالص لحد ما حسيت ان الحباية كلها اتغلفت. ونزلت عليها كده بشوية زبدة برضو، ده بيخلي الرز يطلع صافف كده، حباية فوق حباية، وتطلع الحباية كبيرة وتطلع معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هو هنا كده ما تغلفش معايا بالزبدة قوي، لكن تغلف بالزيت كويس. وبرضو نفس الكلام، برضو غلفته بالزبدة على قد ما قدرت. ومسكت كده حطيت عليه كده مقدار الملح بتاعه اللي هيكفيني. طبعا انا كل واحد بيعمل مقداره، انا عامله مثلا كيلو وشويه، غيرها هيعمل نص على حسب ما هتعملي. ونزلت كده بمعلقتين قشطه. طبعا القشطه دي ممكن تحطي وش اللبن، لو انت بتغلي لبن وبتحتفظي بالوش بتاعه ممكن تحطي الوش بتاعه عادي. القشطه دي حلوه جميله جدا، بتنقلك بتعلي من دسم الرز وبتخليه جميل قوي. برضو لو مش متوفرة ممكن نستبدلها بالزبدة عادي، يعني زي كده كده حاطين زبدة. وامسكهم كده اقلبهم كده واشرب اللبن كده كويس، واحط بقى كوبايتين ميه. الرز الناجح معاكي يبقى تلتين لبن وتلتين والتلت ميه، يعني حطيت كده التلت ميه، التلتين من اللبن والتلت ميه، يعني مثلا 4 كوباية لبن أو كوبايتين ميه. ودخلته بقى الفرن على كده. وجيت كده بقى في طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت، ونزلت كده بالبطاطس بتاعتي بقى، اشتريت صينية بطاطس حلوة كده جميلة. حطيت عليها مسكت البطاطس الأول، شوحتها في الزيت وسبتها كده تتشوح، يعني مش اقليها، لا اشوحها. إيه، واللحمة كده كانت معايا برضو كده كانت عصجت خلاص. إيه، شوحت خالص وشربت ميتها. طبعا كده اللحمة معايا وصلت نص سوا مع التشويح ده. نزلت عليها كده بشوية بصل برضو جوليان متقطعين كده فريش كده، يعني بجمع بين الفريش وبين ايه المشوح كده شوية. إيه، طبعا الحاجة النية برضو بتعلي طعم الأكل. إيه، ونزلت كده ببهاراتي، معلقة مرق دجاج، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون. إيه، اقل من ربع معلقة كمون كمان، عشان الكمون يعني بيمرر شوية في الاكل، فبقلله عشان انا بحطه يعني لوحده كده. وحطيت معلقة ملح، وحطيت كده معلقة صلصة بتاعتي، صلصة خام، وحطيت عليها معلقة توم نية. ونزلت بقى عليها بعصير الطماطم بتاعي كده، يا دوبك بس كده جيت اقلب، خفت على البطاطس طبعا لا تتهري مني. إيه، قلت بلاش اقلب كتير، يعني كان ممكن اقلبها لو كانت مقليه شويه. ونزلت عليها كده ب3 كوبايات ميه، وقلبتها كده ببعضها كده، توصل بقى معايا كده بقى لدرجه حاجه كده جميله. سبتها كده غلغلت، وكنت بسخن الفرن وقتها، ونزلت بقى على الفرن.
مش قادره اقول لكم بقى على الجمال بقى اللي طلع بقى معايا من الفرن. انا كنت حاطه الرز الاول، بعدين حطيت بعد منه البطاطس. تعالوا بقى اتفرجوا كده بقى على الجمال ده كده بقى. الجمال عدى الكلام. والله يا جماعه صينيه الرز دي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه اقولها لكم. شايفين شكلها طالعه ازاي من فرن بوتاجاز؟ ما بالكم بقى لو كانت في فرن غاز او فرن بقى من التاني بقى، كانت طلعت شكلها ايه؟ كانت طلعت بشكل مختلف في الشكل بس، لكن الطعم معايا واحد. شايفين بقى الجمال؟ انا كده بقى بدور كده اطلع لكم الرز. هطلعه كده عامل زي خرة الكيكه، طالع معايا الوش فوق وتحت والاجناب زي بعض بالظبط. بصوا، طبعا انا عرفت الجنب من حرف الصينيه. اول ما خد معايا اللون الذهبي، خلاص انا عرفت كده صينيتي استوت. وطيت عليها الفرن وسبتها تاخد وتدي مع بعضها كده، اكني موطيه على الرز. وهنا بقى كانت طلعت معايا صينيه البطاطس بتاعتي. تعالوا بقى شوفوا كده بقى الجمال ده كده. حاجه كده بقى بتتكلم عن نفسها. والله العظيم يا جماعه الاكله دي قلبت لي ريحه البيت وريحه العماره كلها. صينيه البطاطس دي عليها ريحه وطعم ونفس خطير. امشي بس على الخطوات ديت، هتاخدي احلى صينيه بطاطس في الدنيا. صينيه كده جميله جوسي، طعمها جميل، نفسها جميل، اكنك عاملاها في فرن حطب. الرز بقى طالع معايا بقى، بصوا عامل زي الكيكه، يعني زي يعني متحمر، واخد اللون الذهبي فوق تحت من الجناب. طالع معايا صافي في حبايه من حبايه، كل حبايه بحبايتها. حاجه كده طعم ونفس. الرز ده قلب ريحه البيت. والله العظيم الرز ده اللي كان لوحده كده كان هو كده، يعني كفايه، ما كانش عايز اي حاجه جنبه. والله يا ولادي ده يعني سبحان الله، انا عامل الرز العادي، هي اللي تاكله بالعافيه. هنا بقى الرز ده سبحانك يا رب، حاجه جميله، حاجه كده طعم نفس، قيمه غذائيه عاليه، حاجه جميله. انا عارفه يا جماعه ان ممكن الناس تقول الاسعار غاليه والتكاليف عاليه، انا عارفه، بس احنا مش بنعمل الاكل ده كل يوم، احنا بننوع. يعني مش لازم يعني كل يوم رز معمر، مش عارفه، لا لازم كل يوم بقى صواني مش عارفه ايه، لا. احنا بنعملها مره مثلا كل فين وفين. اهو دينا بنشكل وبننوع وبنقول يا دنيا يلا ما زقي معانا.